نذكر فقط أنه هذا الفريق بالإدارة الجديدة التي كانت تنوي وكانت قد سطرت في برنامجها الصعود إلى القسم الوطني المحترف الثاني، ولكن للأسف لم يكن ذلك ممكنا بقيادة طبعا رئيس الفريق السيد بودودة محمد والمجموعة، ولكن طبعا إن هناك بعض الصعوبات في هذا القسم الهواة للمجموعة الشرقية الكبير والقوي. قلنا نعم، أنا نظن أنا قلتها يعني من زمان. أنا كان عندي الحد ودربت اتحاد تبسة وعرفت كيفاش واش معناتها الكرة في الشرق. من الصعب أنك تلعب يعني صعود، لأن كل الفرق عندها تاريخ كبير، وكنا ذكرنا من قبيل قلماس، كيكدا، عين منيلة، أم البواقي، عين بيضاء، يعني وعدة فرق أخرى. شبيب التيار في الغرب نعم، ترجم والصغانم، يعني في غالي معسكر نعم. اذا هذه يعني راح تكون من الصعب. انا نقول باللي اصعب بطوله الزرقاء يا حبيبي، هي الزرقاء بين الجهات. نعم طبعا هاي العارضه التي حرمت حميتي ولعبت الى جانب الحارس كحال. هو ما طبعا انا لو كنت في مكان الحارس كحال لا اتخذت العارضه طبعا ذكرى جميله. لا ممكن مع نهايه ضربات الترجيح ممكن يروح وياخذ صوره تذكاريه مع العارضه التي حرمت ربما حتى الان. شوف يعني هاي بعض اللقطات التي تاتيكم مما حدث في المباراه في 120 دقيقه. شو هنا كان طبع، يعني كان طبع والله كان دفع يعني بحسن حد بوشامه ما شافش هذه ضربه جزاء. نعم لو كان شافها الحكم، لو كان شافها الحكم كان ممكن يصفر يعني ضربه جزاء، لكن مرت. ها هي الاخطر من جديات الحارس كحال، كان بارعا وشجاعا لمس الكره حولها. طبعا هذا واحد من انصار فريق شبيب الجيجي، ولكن الصعود الى هذا المكان هو خطير، يعني لا ننصح حقيقه. لابد ان هل الفرحه الى هذا الحد نسيته انه موجود في مكان خطير؟ لا ننصح بالصعود الى هذه الامكنه والى هذا المكان الصعب والخطير لا قدر الله. طبعا احيانا الفرحه تاخذ الناس الى ابعاد غير متصوره، ولكن ماهوش ملتزم باش يصعد لهذه. ستبدا ضربات الترجيح، الفرجه موجوده في الجانب الاخر من الانصار، والضربات الاولى عندها اهميه كبيره. الضربتين الاولين طبعا الضربه الاولى زماموش في حراسه المرمى، ومن الذي سينفذ ضربات ترجيح. ضربات العصيبة الصعبة هي التي ستحدد من المتأهل. زماموش عنده هنا كذلك تركيز. ممكن خبرة الحارس تلعب دور يعني في شكاتي. هذا شكاتي اللاعب البديل رقم 2 في مواجهة الحارس الدولي محمد لامين زماموش في الضربة الأولى. ضربات الترجيح ستبدأ الآن وبقدم شكاتي أول المنفذين. يركز هو في العادة اللاعبين اللي يتميزوا بالرجل اليسرى قليل اللي يضيعوا الكرات. هذه تجربة. لا نقول لكل اللاعبين اللي يلعبوا باليسرى. شكاتي في مواجهة محمد لامين زماموش في أول ضربة ترجيحية. شكاتي يتقدم ويسجل. الآن فقط اهتزت الشباك بقدم شكاتي من جانب شبيب الجيجة، وماشي هذه المرة الأولى. لا 120 دقيقة وهي ساكنة لم تتحرك. الآن راح نشوفوا أهداف اللي ما شفناهاش. المرة الأولى التي اهتزت. ولكن ضربة جزاء شوف يعني كيفاش. علاش قلت لك واحد اللي يلعب اليسرى غالبا ما يغلط على الحارس. حميتي الذي ضيع فرصة كبيرة في 90 دقيقة في تنفيذ الضربة الترجيحية الأولى للاتحاد. حميتي فارس أمام كحال. هل سيكون بطلا كحال في المرمى؟ يسجل ويعدل بقوة كبيرة حميتي فارس.
بقوه وضربها يعني في وسط المرمى، وكان يدارك ان حارس المرمى سيختار جهه وضربها. يعني جميله فيها ذكاء وفيها قوه. تعادل حتى الان جمال. طبعا القليل كان في الحقيقه يقول او بان المباراه ستصل الى ضربات ترجيح. القليل فقط مصطفى. يعني يقول لك ما كاش اللي كان يتوقع. دري يسجل ارضيه صعبه في الجهه المعاكسه للحارس محمد لامين زماموش. هل هذا المدرب صحراوي ناوي نية؟ شوف هذه الكرة عندما يعني تلحق وتعادل مع فريق مثل اتحاد الجزائر كل شيء ممكن في ضربة ترجيح، كل شيء ممكن. دهام المهاجم، دهام نور الدين صاحب الخبرة أيضا والتجربة الطويلة والعريضة والكبيرة، وهو هداف في تنفيذ الضربة الترجيحية الثانية لاتحاد الجزائر. القائد يسجل، يعدل وبسهولة النتيجة وبسهولة كبيرة. اعتمد على لعبة تقريبا تسمى البانينكا. سنشاهد إذا كان ذلك تماما. لا وضربها وكادت قدم الحارس أن تصل إلى الكرة، ولكن كانت نوعا ما بعيدة. الضربة الثالثة لشبيبة جيجل رقم 15 كريم رضا أمام الحارس محمد لامين زماموش. كريم رضا ويسجل في مرمى الحارس محمد لامين زماموش. كم هي صعبة ضربات الترجيح، كم هي صعبة وتحتاج إلى تركيز وتركيز عالي جدا. والله تحس باللي حتى يعني في ضربات الترجيح تحس ساعات انا نظن باللي فيما يخص شبيب جيجل نقول خدموهم في التدريب خوالد، لان فيه دم بارد. انا نشوفه يعني تركيز ودم بارد. الاحسن والافضل في المباراة على الاطلاق خوالد، ونتمنى أنا عندما يكون لاعب يعني لو نتمنى له انه يسجل مهما كان الفارق. دور كبير جدا اليوم في هذه المباراة خوالد في مواجهة كحال. خوالد يحاول ويسجل بقوة وبطريقة رائعة، لأنه بتاتا ما كانش يستاهل أنه يضيع الكرة، لأنه دار مباراة يعني كبيرة وقوية، نفسيته عالية. الكرة في جهة والحارس في الجهة الثانية من خوالد بطريقة ممتازة أيضا. يسجل 3-3. الان الرابعه نظن اللي ضيع الان في الضربتين الاخيرتين اللي ضيع الان راح نظن تكون بوزار محمد اللاعب الشاب المتالق تألق في المباراه. مدرسه الامل السعيد وفي مرمى الحارس زماموش. ضربه جميله وقويه رائعه جدا. طبعا الاحصائيات تقول بان ضربات الترجيح او الجزاء العاليه دائما في المرمى. نعم عندما تكون قوية، عندما تكون قوية خاصة تكون قوية. شوف الآن حتى زماموش كان راح يعني في الاتجاه صحيح، ولكن من قوة القذفة ما بوعلام كذلك نظن صح راح يضربها بطريقة تقنية. نظن بوعلام الذي أدى مباراة وأدى ما عليه وقدم واللي رجع من إصابة. بوعلام يحاول بوعلام ويسجل في زاوية صعبة. ضربات الترجيح أو ضربات الجزاء عندما نتذكر وعندما نقول ضربات الترجيح وضربات الجزاء نتذكر واحد من الاختصاصيين الكبار في شبيبة الجيجل كيح المولود الذي لم يضيع اي ضربه جزاء طوال مشواره الرياضي. وفي اتحاد الجزائر كذلك كان لاعب كان هو لمزيان يا عبد الرحمن، نتمنى له ان شاء الله اللاعب الكبير. ويقال بان عندما تكون هناك ضربه جزاء لشبيبة جيجل
يسجل الهدف في اللوح قبل أن ينفذ. هكذا تقول المعلومة والحكاية. مشكور السيد رشيد نغيز. ضربة لبوتريا القائد وضيع. بوتريا نبيل يضيع ضربة الترجيح لشبيبة جيجل. نفذ بقوة وبأي طريقة، ضاعت تماما، خرجت بعيدة عن مرمى الحارس زيماموش. هذا هو، والمهمة الصعبة الآن هو اللي راح المسؤولية عن جديات الآن، لأن جديات هذه من أصعب يعني ضربات ممكن، ولكن نعرفه أنه مختص صحيح، ولكن مختص. من الناحية النفسية هل هو جديات تضيع هذه الضربة؟ جديات فوق مرمى الحارس كحال. ضربة ضائعة لكل فريق. تبدأ الإثارة الآن. شفت عندما نقول يعني الجانب النفسي ساعات يلعب دور كبير. أصعب هذه مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة. وشوف يعني كان متعود أن يسجلهم، ولكن شوف الآن كيفاش ضربها يعني عالية تماما على الإطار. شوف فتش عن الزاوية الصعبة، ولكن الكرة عالية. شوف يعني شوف الجسم تاعه كان شوية بعيد عن الكرة. نعم عن الكرة، وهذا من عدم التركيز. ومعليش صورة جميلة أنه اللاعبين راهم يشجعوا متحسر كثيرا. جديات متحسر كثيرا. العويسي ويضيع مباراة الحارس زيماموش. إثارة كبيرة. يعيد الحظ مرة أخرى إلى جانب أو لمصلحة اتحاد الجزائر. العويسي الذي كان ممتازا في المباراة. شوف يعني صاحب القدم اليسرى. لا ولكن راح يعني هذه نظن سهله بالنسبه قراءة ممتازة من الحارس. يعني شوف حتى هو ما رماهاش في جهه يعني في الزاويه. مكلوش نظن يسجلها. امام الحارس كحول يسجلها وتأهل، ويسجل مكلوش ويؤهل فريق اتحاد الجزائر إلى الدور ثمن النهائي بعد ضربات ترجيح فيها الكثير من الإثارة، وبعد 120 دقيقة دون أهداف بين الفريقين. مشكور الفريق الضيف الذي قدم اليوم شجاعة ومباراة شجاعة كبيرة وتصفيقات حارة من أنصار الفريق اليوم على الفريق الذي كان شجاعا وكان يعني في المستوى امام فريق اسمه اتحاد الجزائر. والله نظن مفاجاه كبيره اليوم، حتى واحد ما كان يتوقع النتيجه تاع اليوم، ولذا نظن اللاعبين تاع جيجل نظن مشكورين لهذه الجهود اللي بدلوها اليوم. اما اتحاد الجزائر فعليه عمل كبير، ونظن ايغي مزيان راه عنده عمل كبير، لان نظن الكره ماهيش